تخيل مستثمر أجنبي يدخل مصر فجأة ومعاه مليار دولار، فالدولار يتوفر وسعره يقل والجنيه يقوى والكل فرحان، وفجأة المليار دولار دي تختفي في ليلة واحدة، السوق يتهز، الأسعار تولع والكل يسأل هو إيه اللي حصل؟ أهلا بيك في عالم الهوت ماني أو الأموال الساخنة، العالم اللي بيقدر يرفعك فوق السحاب أو يرميك تحت الأرض. كل ده هنعرفه مع بعض مع أحمد وهمان في كلام بيزنس. كلنا سمعنا في الأيام الأخيرة إن الدولار هينزل ويوصل ل 40 جنيه، طب إزاي؟ خلينا نعرف الموضوع ده من الهوت ماني أو الأموال الساخنة، وده اسم على مسمى لأن دي عبارة عن رؤوس أموال بتتحرك بسرعة البرق بين الدول، وبتدخل السوق مش عشان تبني مصانع أو تستثمر في مشاريع، لكن بتدخل علشان تتحط في أدوات مالية زي أذون الخزانة والأسهم والسندات، والمستثمر هنا بيدور على أعلى عائد في أسرع وقت، والفلوس دي لو لقت فرصة أحسن في أي مكان تاني بتطير فورا، وده اللي بيخليها اموال ساخنه. يعني في 2025 سعر الفايده في مصر على اذون الخزانه وصل لاكتر من 25%، وفي نفس الوقت في امريكا 4%، والمستثمر الاجنبي هنا شاف فرصه ذهبيه لانه يقدر يعمل حاجه اسمها كاري تريد، وده بانه يجيب فلوسه اللي بالدولار يحولها لجنيه ويستثمرها في اذون الخزانه المصريه بالعائد الضخم، وبعد فتره يسحب الفلوس ومعاها ارباح كبيره ويحولها تاني بالدولار وياخدها على بلده. خلينا نقول ان الاموال الساخنه بتدخل البلد عن طريق كذا حاجه، منها شراء اذون خزانه وسندات حكوميه، وده بنسميه سوق الدين المحلي، وشراء اسهم في البورصه او الاستثمار في السندات بتاعت الشركات، وفي عوامل بتجذبها زي سعر الفايده المرتفع، الاستقرار السياسي النسبي، او سعر الصرف المغري. لكن في اللحظه اللي بيحصل فيها اي قلق بيبدا الكابيتال فلايت او هروب رؤوس الاموال، لان الفلوس دي مش داخله علشان تعمل استثمار انتاجي، هي داخله بس علشان الفايده عاليه، ولو حست باي خطر هتطير فورا، ويبقى الدولارات اللي دخلت وقوت الجنيه بشكل مؤقت هي اللي هتخلي الجنيه يضعف تاني. خليني اوضحها لك ببساطه بس عاوزك تركز معايا. مستثمر جاب مليار دولار ودخل بيهم مصر وحولهم لجنيه، والدولار كان ب 50 جنيه فحولهم ل 50 مليار جنيه وحطهم في اذون خزانه لمده سنه، فهياخد عائد سنوي مغري وهو ال 25%. يعني في اخر السنه دي هيبقى معاه ال 50 مليار ومعاهم الارباح اللي هي 12 مليار، يعني الاجمالي 62 مليار. يروح محولهم لدولار تاني، ونفترض ان الدولار لسه ب 50 جنيه. انا بقول ليه نفترض؟ لان المفروض لما الفلوس دي بتدخل وتتضخ في السوق الدولار بيقل، بس علشان نبسط المعلومه هنقول ان الدولار لسه ب 50 جنيه، يعني هيبقى معاه مليار وربع المليار دولار ويسافر بيهم على بلده تاني، وده بدل ما كان هياخد ال 4% يعني 40 مليون دولار لو حطهم في امريكا. بس في نفس الوقت الاسواق اللي بتدي عائد كبير بيبقى فيها المخاطره كبيره، يعني مثلا لو حصل اي هزه في السوق والدولار بقى اقوى ووصل على سبيل المثال 100 جنيه، فهنا بدل ما كان هيحول ال 62 مليار لمليار وربع مليار دولار، لا هيحولهم ل 620 مليون دولار، يعني خسر 380 مليون دولار. طبعا ده مثال توضيحي لتوصيل الفكره، لان المستثمرين بيبقوا عاملين حسابهم على السيناريوهات دي وبيبقى عاملين تحوط باستخدام ادوات ماليه تانية. فهنا اول ما المستثمر الاجنبي يحس بالخطر بيبص على محفظته، فلو عنده اذون خزانه بالجنيه في الحاله الطبيعيه بيبيع الاذون دي في السكندري ماركت او السوق الثانويه، يعني بيعرضها على مستثمرين تانيين ويكون منهم مثلا البنوك او صناديق الاستثمار او حتى الحكومه نفسها عن طريق البنك المركزي. لكن وهنا الخطوره، لو السوق كله في حاله ذعر ومفيش مشتريين كفايه، او لو الحكومه حاطه قيود على حركه رؤوس الاموال، ممكن المستثمر يلاقي نفسه مش قادر يبيع بسهوله، وفي الحاله دي يا بيضطر يبيع بسعر اقل علشان يلاقي مشتري، يا اما بيستنى ميعاد استحقاق الاذون علشان الحكومه تسدد ليه اصل الفلوس، وده معناه ان الفلوس ممكن تبقى محبوسه مؤقتا، وده بيزود القلق ويخلي المستثمرين يجروا اسرع للخروج. فالاموال الساخنه في حالتنا دي ليها تاثير كبير جدا في الاقتصاد، فليها تاثيرات ايجابيه
إيجابية زي ضخ دولارات في السوق ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم العملة المحلية وزيادة السيولة في البورصة. وليها برضو تأثيرات سلبية لأن الاعتماد المفرط عليها بيخلي الاقتصاد هش، لأن أي صادن ستوب أو توقف مفاجئ في تدفق الأموال دي بيعمل صدمة. خليك متخيل لو المليار دولار خرجوا فجأة، الضغط على العملة هيبقى عنيف جدا وأسعار السلع هتولع. وهنروح بعيد ليه؟ في 2022 لما الفدرالي الأمريكي رفع الفايدة، الأموال الساخنة هربت من أسواق كتيرة ومنها مصر، لأنها لقت عائد مغري بالدولار في أمريكا مع مخاطرة أقل، والنتيجة كان الجنيه فقد قيمته والتضخم ارتفع والاستيراد بقى صعب. فلازم نعرف إن الأموال الساخنة زي النار، ممكن تدفيك في الشتاء، لكن لو ما سيطرتش عليها هتلسوعك. والحل هنا هو الاعتماد اكتر على الفورين دايركت انفستمنت او الاستثمار الاجنبي المباشر اللي بيعمل مصانع ومشاريع وبيوفر وظائف، بدل ما نعتمد على الاستثمارات قصيرة الاجل. والاموال الساخنة مش دايما شر ومش دايما خير، هي اداة والدول هي اللي بتحدد هتستخدمها ازاي. وفي النهاية لازم تعرف ان الاموال الساخنة دي مجرد مسكن مؤقت مش علاج، وان العلاج الحقيقي هو الاعتماد على الاستثمار المباشر في المصانع والشركات. والاموال الساخنه بتدخل وتخرج بسرعه من اي اقتصاد، ونزول الدولار مش معناه ان هو استقر. فنصيحتي ليك ما تربطش خططك الماليه بسعر صرف متقلب، ووزع مدخراتك على اكتر من حاجه، لان الاستقرار الحقيقي بيجي من التنوع. واكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، هل توقع خبراء الاقتصاد والاستثمار بنزول الدولار ل 40 جنيه بسبب الهوت ماني ولا لا؟ ما تنسوش تشتركوا في الشانل وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل جديد وتشوفوا الفيديوهات القديمة ونعرف مع بعض مفاهيم اقتصادية جديدة. كان معاكم أحمد وهمان من كلام بيزنس. سلام.